أهلا بكم ذوات الأرواح النورانية. إحنا ساعات بنفكر إن الحب الحقيقي ممكن ما يجيلناش، أو إن الاتحاد مع توأم الشعلة مجرد حلم. بس الحقيقة هو مش حلم، ده المكتوب من قبل ما نتولد، من قبل حتى ما ننزل في الجسد. اتحاد الشعلة أو اتحاد توأم الشعلة مش احتمال، ده يقين كوني. الفيديو ده ليك أو ليكي لو بتحسي إنك ماشية في رحلة روحية مش مفهومة وبتدوري على الإجابة جواكي، فخليكي معايا عشان نكتشف الحقيقة سوا. أتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، ونصلي على النبي في التعليقات ونبدأ الفيديو. توأم الشعلة مش طيف أو احتمال، ده كان دايما هناك قبل الزمن ما يتقسم لحظات، وقبل المسافة ما تبقى حواجز، قبل ما تنزل للأرض. بس خليني أتكلم بلغة الأنثى. قبل ما تنزلي للأرض كنت انتي وهو كيان واحد، ولما الوعي قرر يعيش التجربة وافق كمان على النسيان المؤقت، لكن تم كتابة في قلبكم إن الرجوع حاصل حاصل. كل مرة بتشوفي أرقام متكررة زي 11 أو 3 سبعات أو 3 أربعات، كل لحظة بتحسي إنه بيجيلك في الحلم أو بتحسي بطاقة غريبة فجأة، دي مش مصادفات، دي إشارات من الكون بتفكرك بالحقيقة. انتوا مش رايحين للاتحاد، انتوا بس بتتذكروه. انتوا مش بتخلقوا الحب، انتوا بتكتشفوه. زي ما هو مكتوب في شفرة روحكم، في حمضكم النووي الطاقي، في رسائلكم السماوية، كده هيكون الاتحاد مش جاي علشانك، بالعكس الاتحاد جاي علشان تتطوري أو لأنك تستحقي. الاتحاد جاي لأنه هو الأصل. الرحلة خلصت من زمان، انتي بس مجرد بتفتكريها، بتتذكريها مرة أخرى. اتحاد توأم الشعلة مش أمال أو احتمالات، هي حتميات كونية. قبل ما تنزلوا للشكل اللي انتوا فيه، قبل أن يحجب حجاب النسيان وعيك، قبل أن يصبح الزمن خطي ويصبح الفضاء كثيف، كان كل شيء مكتوب بالفعل. لم يكن اتحادك بتوأمك الإلهي مكتوب على الحجر أو الكتاب المقدس، بل في نسيج الوجود نفسه. اتحادات توأم الشعلة ليست أمال أو احتمالات، هي حتميات، يقين، يقين كم يتجاوز وهم الاختيار أو الظروف. عندما قرر الوعي استكشاف ذاته من خلال الانفصال الظاهري، قام في الوقت نفسه بترميز رحلة العودة إلى الوطن، كأن لم شملكم مضمون منذ اللحظة اللي وافقتم فيها على النسيان المؤقت. اتصالكم بتوأم شعلتكم موجود في عالم حيث الزمن دائري، حيث النهايات والبدايات هي نفس النقطة، حيث سيكون هو في الواقع كان دايما. الحب اللي بتسعوا إليه والاتحاد اللي انتوا مشتاقين إليه والاكتمال اللي مشتاقين إليه، ده مش مستقبل عشان تتجلوا فيه، بل هي حقيقة أبدية بتتذكروها. كل تزامن أو كل تسلسل أرقام أو كل لحظة اتصال تخاطري مش بس تأكيد على إمكانية حدوثه، بل بالعكس ده دليل على إنه قد حدث بالفعل. انتوا ما بتتجهوش نحو الاتحاد، انتوا بتتذكروه زي ما قلتلكم. واتحاد توأم الشعلة مش بس مكافأة على العمل الروحي أو جايزة للنمو الشخصي، ده النتيجة الحتمية. لما بدأ قبل وجودكم، قبل وجود الحركة، بتولد التجربة الإنسانية، وهم الانفصال والرحلة والعقبات اللي بيتم تجاوزها، ولكن من منظور ذاتكم العليا ومن منظور الوعي الموحد بتكتمل الرحلة وبتنتهي القصة حيث بدأت، في وحدة كاملة لا تتجزأ. اللي عايزة أقوله لكم إنك لازم تفهمي كده، انتي مش بتدوري عليه، انتي بتفكري نفسك بيه. اتحادكم حاصل لأنه مكتوب جوه الروح مش على الورق. لو حسيت إن الفيديو ده لمسك أو فكرك بحقيقة جواكي، اعملي لايك واشتركي في القناة وسيبيلي في الكومنتات بتحسي بإيه لما سمعتي ده. وما تنسيش، الحب مش لسه جاي، الحب كان دايما موجود. الحب هنا،
الحب هو انتي، والنور هو انتي أو انت. دمتم بمحبة وسلام وخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.